بتطلع تعيط وتطلب من الناس تكبيس، وبتفضل سهرانة ل7 الصبح في اللايف، وبتغير في الدهب زي ما بتغير في شنطها، وأقل لايف بيدخل لها فيه بدل الأسد 4، وعايشة في فيلا عينك ما تجيبش آخرها، وبتعمل خير كتير وبتساعد الصغير والكبير. وموقف بناتها من دخولها التيك توك مفاجأة، بتدي وصفات أكل لجمهورها وبيحبها أكتر من 50,000 واحد. الكلام هنا عن زيزي أم الفنانة وفاء عامر. فيا ترى بتعمل إيه على التيك توك؟ وفاء عامر قالت إيه عن دخول أمها جولات على التيك توك؟ تفاصيل كتير هتسمعوها معايا لأول مرة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للنهاية. زيزي أبو عرب أم الفنانة وفاء عامر فاجأت بناتها وعملت لها صفحة على التيك توك، وقالت اشمعنى يعني وفاء وأيتن وحفيدتي يبقى عندهم تيك توك ومشهورين وأنا لأ. وطبعا بناتها اتخضوا لما شافوها على التيك توك بتنشر صورها، بس قالوا عادي بتنشر صور كل فين وفين وكده كده محدش يعرفها أصلا. بس بعد فترة قليلة جدا الوضع اتغير وبقت تنشر صور ليها مع بنتها وفاء عامر وأيتن عامر، وده علشان تتشهر والناس تتابعها، وبالفعل خطتها نجحت وبدأ المتابعين ينزلوا عليها زي الرز. الحقيقة بقى ان وضعها على التيك توك غريب حبتين، يعني شوية بتطلع تعيط وشوية بتطلع تغني وكأن الفرحة مش سايعاها، بس هو ده حال الدنيا. وشوية شوية الموضوع كبر وبقت تطلع لايفات من أوضة نومها، أيوة زي ما سمعت كده، كانت مترجطة الخلايجة في اللايف، بس بعد كده بقت بتطلع مع أي حد المهم يجيلها دم وخلاص، وبتفضل تطلب منهم تكبيس وشير. زيزي أبو عرب بيدخل لها بس في اللايف الواحد بدل الأسد 4، وما أقولكوش بقى على الحيتان والهدايا التانية اللي بتجيلها في نفس اللايف، لدرجة إنهم لقبوها بملكة التيك توك. وكل ده خلاها تعشق التيك توك وتفضل سهرانة عليه ل7 الصبح. والصراحة وضعها المادي دلوقتي اختلف كتير قوي عن أول فترة ظهرت فيها على التيك توك قبل ما تطلع لايفات، يعني بقت راكبة عربية أحدث موديل سعرها بالملايين. ويا سلام بقى على الدهب اللي بتغير فيه زي ما بتغير شنطها مع كل طقم بتلبسه، حاجة كده تحسسك إنك في محل دهب. أيوة ده يا جماعة واضح عندها كيلوهات من الذهب، ولا الفيلا اللي عايشة فيها عينك ما تجيبش آخرها. بس الحلوة بقى إنها بتعمل خير كتير قوي، وكمان بتصوره للناس عندها على التيك توك، مرة تاخد أكل وتنزل تأكل الكلاب والقطط، ومرة تعمل وجبات وتوزعها بنفسها على الناس. ده غير إن الشهرة ما غيرتهاش وما قلعتش حجابها، لسه محافظة عليه. زيزي بتنشر فيديوهات ليها وهي منهارة من العياط على بنتها هالة اللي رحلت في عز شبابها، وده طبعا بيخلي الناس تتعاطف معاها. ده غير الفيديوهات اللي بتطلع تدي فيها وصفات أكل لجمهورها اللي عدى 50,000 متابع. أما بقى موقف وفاء عامر من اللي أمها بتعمله على التيك توك، قالت دي أمي وكبيرة، يعني ما أقدرش أحكم عليها تعمل إيه وما تعملش إيه. واضح إنها متضايقة قوي من الموضوع ده.